مساء الفل عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بصراحه الجو حر جدا جدا، قررنا ان احنا نعمل مشروب كده متلج. يعني لو عندك لبن وبسكوت تقدري تعملي المشروب التحفه ده. هنعمله النهارده طريقه المشروب طريقه بسيطه جدا وسهله. بس في البدايه اللي محطش لايك يحط لي لايك، وما تنسوش اللايك يا حبايبي. بشكر حبايبي اللي بيرفعوا لي على المنتدى، ربنا يخليكم ليا يا رب وما يحرمنيش منكم يا رب. في البدايه هنقول بسم الله ونشوف هنبدا ازاي. عندي ايس كريم ساندوتش، وعندي شمعدان 3، وعندي هنا باكو شوكولاته كده كبري، وعندي شوكولاته سايحه دي هنزين بيها، ومعايا تلج. ادي مقاديرنا بسيطة جدا وسهلة. ومعايا هنا لتر من الحليب، وانا مستعملة لبن جهينة. عايزة اقول لكم في العصير هيبقى جميل جدا جدا. وهنا ده شكل طبعا الايس كريم، ايس كريم كده وفيها بسكوت زي الاوريو كده. هحط كده ال3 زي ما انتم شايفين، وهنا هنزل كمان ببسكوت شمعدان. انا عايزه اقول لكم العصير ده طلع تحفه بجد، جميل جدا، حاجه كده ساقعه كمان ترتب علينا شويه كده الحر اللي احنا فيه. ومعايا في حدود كده كوبايه من التلج زي ما انتم شايفين. هحط بقى في حدود معلقتين بس او 3 من السكر، وكمان هنزل كده بباكو الشوكولاته. والشوكولاته هنا هتدينا طعم رهيب يا جماعه. هضرب كويس جدا، وهكون محضره الكاسات اللي هقدم فيها او الكوبايات. شايفين بقى شكل العصير بعد ما اتضرب؟ انا عايزه اقول لكم ما شاء الله جميل جدا جدا. لو مش حابه تحطي سكر ما تحطيش، ممكن ان احنا نستكفى بالحاجات اللي احنا حطيناها وخلاص كده هيبقى طعمه تحفه. وهنا معايا الكوبايات بقى كده اللي انا بقدم فيها المشروب بتاعنا. حطيت كده فيها شوكولاته سايحه كده زينتها تزيين بسيط. وهنا معايا بسكوت شمعدان، هحط كده في كل كوبايه واحده. ومعايا هنا الشوكولاته السايحه، والشوكولاته السايحه دي تقريبا الكيس ب2 جنيه تقريبا. يعني زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله احنا خلاص خلصنا المشروب بتاعنا. وكمان كان عندي بسكوت شمعدان حطيت كده برضو في الطبق. لما طبعا بتاكلي البسكوت وتشربي المشروب ده بيبقى طعمه جميل جدا جدا. طبعا الولاد اللي جابوا لي الحاجه، فطبعا مش عارفه هي كان سعر الشوكولاته 2 جنيه ولا اكتر، بس هي تقريبا ب2 جنيه. والشمعدان كده كده ب2 جنيه يعني معروف سعره. والايس كريم دي تقريبا ب10 جنيه. باكو الشوكولاته في حدود 20 جنيه. يعني بدل ما تخرجي وتدفعي قد كده، اعملي مشروب الكافيهات ده في البيت لولادك. والله بجد طعمه بيبقى جميل واحلى كمان من بره. احنا بنزين هنا وبنحط حاجات كده عليه تكون بسيطه، بس بيبقى طعمها في الاخر تحفه. والطريقه بسيطه جدا وسهله. اي نوع بسكوت عندك مع اللبن والشوكولاته هيطلع تحفه بجد. وده كان فيديو النهارده، فيديو سهل جدا وبسيط. يا رب فيديو النهارده يعجبكم. اشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.